تخيل ان معاك عربيه كلاسيك قديمه قيمتها ممكن تعدي المليون جنيه او مليون ريال او اي عمله على حسب البلد اللي انت فيها. هل هتخلي حد ان هو يلمسها او يستخدمها؟ اكيد طبعا لا. طيب لو البراند اللي بيخدم السيارات او العربيات دي شكله عادي، هل هتثق فيه؟ النهارده هنشوف ازاي براند ممكن يقلل او يعلي الثقه في مشروع زي ده. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن البراند استراتيجي وفهمنا كل حاجه بشكل نظري. الفيديو ده التطبيق العملي على الكلام ده، ولكن بطريقه بسيطه تقدر تستخدمها وانت في اول ميتنج مع العميل. وهنشتغل على براند حقيقي اسمه كلاسيكس في السوق السعودي. البراند ده انا اشتغلت عليه وهعرضه قدامك دلوقتي عشان تفهم وجهه نظره اكتر، وعلشان تطلع من الفيديو ده مستفاد باقصى طريقه ممكنه. وده مشروع اعاده هويه بصريه او ريبراندنج، مش براند جديد من الصفر. وده اختيار مقصود علشان تشوف الفرق قبل وبعد لما تشتغل صح، لان اغلب الشغل الحقيقي اللي اي مصمم بيقابله بيكون لبراند قديم عنده تاريخ وشغل قديم وجمهور متعود عليه. وده اصعب بكتير من انك تبدا من صفحه بيضاء او تبدا من الصفر. وهنا انا هنقل لك صوره ذهنيه مش مجرد شكل بس. كل ده بيتم من خلال اول ميتنج مع العميل. تخيل وبص معايا هنا هوريك حاجه. العميل بعت لي 3 فايلات. اول فايل بعته له قبل ما ندخل اول ميتنج. دي مش براند استراتيجي ولكن انبوتس او مدخلات بنبني عليها الاستراتيجي. يعني ببساطه مواد اوليه بنحللها ونفلترها قبل ما بنطلع باتجاه واضح. مهم جدا ما تغلطش الغلطه دي كمصمم، انك تشوف شويه ملفات وتبدا التصميم على طول. احنا بنفهم الاول وبعدها بنقرر. زي ما شايف معايا هنا ده البريف او الاسئله اللي ببعتها للكلاينت قبل ما ادخل معاه اول ميتنج. اسئله هتخدمني في شغلي زي امتى اتاسس النشاط ده، وايه طبيعه النشاط التجاري بتاعك، وايه الخدمات اللي بتقدمها، وهل في شعار قديم حابب تطوره ولا مفيش شعار اصلا هتشتغل من الصفر. وده ملوش علاقه لسه بادئ ولا مش بادئ. المكان ده مثلا شغال بقاله فتره كبيره جدا بس ما عندوش هويه احترافيه، عنده حاجه اي كلام كده كان بيمشي بها حاله. وبدخل العميل معايا في الشغل نفسه. ازاي بقى؟ بقول له مثلا عندك فكره معينه للوجو، في الوان معينه في دماغك، حابب ان انت تشتغل على شكل معين. طبعا الكلام اللي بيقوله لي ده مش باخده منه 100% واطبقه، لان في كلام صح وكلام غلط، ولكن ببقى عاوز اعرف تصوره ايه للبراند اللي عاوز يطلعه علشان اقدر اوصل لاقرب حاجه في دماغه. وده بيساعدني اكتر ان هو يوافق على الشغل بتاعي، ولكن من غير ما ادخل في اختيارات شخصيه. يعني في الاخر بختار شغل يخدم البراند نفسه، سواء الكلام ده من عنده او من عندي. المهم نشتغل شغل صح. واهم حاجه من ضمن الاسئله دي بعرف منه المنافسين والفئه المستهدفه او الجمهور مثلا من سن كام لكام، وده كله نعرفه دلوقتي. ده كده البريف. لو بصيت معايا برضو هنا هتلاقي مركز فن الاحتراف لصيانه السيارات، وده شكل اللوجو. طبعا من الاسم وشكل اللوجو زي ما انت شايف مفيش فيه احترافيه خالص مقابل الخدمات اللي بيقدموها. بيشرح هنا من نحن ورؤيتنا وتاريخنا ورسالتنا واهدافنا وكل الكلام اللي بيبقى موجود في اي كومباني بروفايل عموما. ودي الاعمال اللي هم بيشتغلوها زي ما انت شايف كده. العربيات بتطلع بشكل احترافي جدا بصراحه. دي كلها سيارات قديمه بيبداوا يطوروها عشان تطلع بالشكل اللي انت شايفه ده. طيب نيجي للثالث فايل، وده اللي بيلخص لك بنشتغل على البراند ده ازاي. والفايل ده بصراحه العميل هو اللي باعته لي، وده يعتبر زي بونص كده او كان اشتغل عليه اصلا اوريدي قبل كده وبعته لي، فده ساعدني يوفر عليا وقت كتير في الشغل. ولكن عموما بشكل عام قبل ما تشتغل على اي براند لازم يبقى فيه الكلام ده، عامل زي بحث كده للعلامه التجاريه اللي في دماغه. هنا مثلا بيقول لك محتوى العرض بحث عن العلامات التجاريه اللي بتقدم خدمات للسيارات الكلاسيكيه. باعت لك اشكال او براندات بتشتغل في نفس المجال او على الاقل مجالات مقاربه ليهم. بيقول لك جوهر العلامه، الفئه المستهدفه، نبره الصوت، مفهوم النجاح. فدي كلها بصراحه حاجات ساعدتني. بيشرح لك نقاط القوه، قصه اصيله وتاريخ عميق يمتد تاريخ المركز ل 40 عام. فدي اول حاجه معانا، المركز بقى له 40 عام يعني مركز قديم، فنشتغل على الستايل اللي يليق بيه. نسيب نقاط القوه دلوقتي كلها موجوده، هسيب لكم برده الفايلات دي في الديسكربشن تبقى تتفرج عليها براحتك. ولكن خلينا اشرح لك نقاط الضعف. الاسم الحالي لا يعكس القيمه الحقيقيه، وده اللي انا قلته فوق دلوقتي. اسم مركز فن الاحتراف اسم وصفي وعملي، ولكنه لا يعكس الفخامه والشغف والقيمه التراثيه للسيارات. فاحنا بنشتغل هنا على الاسم اللي هو طلعناه اسمه كلاسيكس، ده اشتغلنا عليه سوا وطلعناه. تاني حاجه الهويه البصريه الحاليه محدوده، ما كانش عندهم غير الشعار اللي هو ده، فطبعا شغلنا هنا هيكون على لوجو وهويه بصريه كامله. طيب الفجوه اللي موجوده في البراند ده كمان الواقع بتاعهم اللي هو مركز متخصص عالي الجوده بخبره 40 عام ورؤيه عالميه، ده الواقع بتاعهم. لكن في الظاهر باين للناس ان هي ورشه عاديه او فيها فنيين في منطقه صناعيه، فقيمتهم مش متقدره في الشكل. هنا طبعا بيقول لك الفئه المستهدفه والاسم والهويه البصريه، كل الكلام ده اشتغلنا عليه في البراند. حابب مثلا ستايل زي ده كمان او زي ده. هنا بيقول لك الشعارات اللي هو حاببها برضه، يكون في لعبه مثلا في الاسم زي ده كده او ايكون زي دي او زي ده. طب نرجع تاني ونشوف بنعمل ايه في الميتنج. اي ميتنج مع عميل غالبا الحوار كله بيلف حوالين 5 اسئله. الصياغه ممكن تختلف ولكن الهدف واحد. اول سؤال معانا الواي او ليه محتاجين ريبراندنج او ليه محتاجين براندنج. ثاني سؤال وات بتقدموا ايه فعلا، ايه الخدمات اللي بتقدموها. ثالث سؤال التارجت اودينس او الجمهور المستهدف. رابع سؤال الماركت والكومبيتيتورز السوق والمنافسين. خامس سؤال ديزايرد بريسبشن
بيرسبشن، او ايه الاحساس المطلوب اللي عاوز تظهره للجمهور، عاوز الجمهور يحس بايه لما يشوف البراند بتاعك. خلينا نمشي معاهم سؤال سؤال ونشوف ازاي كل اجابه بتطلع منها قرار للتصميم. طب نبدا باول سؤال، واي ليه محتاجين ريبراندنج؟ الاجابه ان البراند كبر والخدمات بتتوسع، لكن الشكل الحالي لسه قديم ومش مدي احساس بالحجم ولا بالقيمه اللي بيقدموها، ودي مشكله بوزيشننج او تمركز ذهني واتكلمنا عليها في البراند استراتيجي في الفيديو اللي فات. وبالتالي قرار التصميم ان الهويه الجديده تنقل البراند من مجرد شكل لمرجع موثوق في مجاله. احنا هنا مش هنصمم شكل جديد وخلاص، ولكن بنبني صوره ذهنيه جديده. تاني سؤال معانا، وات بتقدموا ايه فعلا؟ مش بتشتغلوا ايه، ولكن بتقدموا او بتبيعوا ايه، او ايه الخدمات اللي بتقدموها. ومع النقاش اكتشفنا ان البراند بيقدم خبره ودقه في الحفاظ على قيمه العربيه او السياره اللي بيشتغلوا عليها، يعني مش بيصلح عطل موجود في السياره وخلاص، ولكن بيحافظ على القيمه. وده بيترجم لقرار تصميم ان الاتجاه البصري بيعبر عن الاصاله والدقه والاحترام، مش السرعه ولا السعر. ثالث سؤال معانا، التارجت اودينس او الجمهور المستهدف. لما حللنا الجمهور اكتشفنا اننا مش بنكلم اي حد، ولكن بنكلم الاشخاص اللي هم ملاك السيارات الكلاسيكيه القديمه في السوق السعودي، واغلبهم من سن 40 ل 60 سنه. جمهور واعي وبيقدر التفاصيل ومستعد يدفع مقابل القيمه اللي هيلاقيها من البراند. الجمهور ده تحديدا مش بيحب الالوان الفاقعه او الالوان اللي طالعه ترند جديد مثلا وفتره وبتروح، وبالتالي قرار التصميم هنا ان الهويه تكون هاديه وفيها ثقه وفخامه من غير مبالغه، واختيار الالوان هنا لازم تكون شغال عليه كويس. نيجي الرابع سؤال معانا، الماركت والكومبيتيتورز او السوق والمنافسين. بالنسبه للسوق مفيش منافس مباشر بنفس المستوى في المنطقه اللي هم فيها، ودي ميزه كبيره طبعا ولكن مسؤوليه. ازاي بقى؟ لان لو شكلك عادي الناس مش هتصدق انك مختلف، وهنا قرار التصميم مش اننا نقلد السوق، في منافسين طبعا ولكن في اماكن مختلفه عن المنطقه اللي هم فيها تحديدا. نيجي الخامس سؤال وهو ديزايرد بريسبشن او الاحساس المطلوب، وده كان اخر سؤال في الميتنج. تحب الناس تحس بايه لما تشوف البراند؟ الاجابه كانت ثقه وراحه واحساس ان البراند في ايد امينه، لان زي ما قلنا قبل كده برضو العميل مش بيشتري شكله وخلاص، ولكن بيشتري شعور، بيكون حاسس ان البراند ده فعلا هيقدم له قيمه. بعد الخمس اسئله دول لو لاحظت هتلاقي مفيش ولا سؤال كان بيتكلم عاوز يقول لكم شكله عامل ازاي او محتاج الوان ايه، لان خدنا نبذه عنهم في البريف في اول اسئله بعتها له وعرفت خلاص دماغه فيها ايه. فانا دلوقتي في الميتنج بساله عن الحاجات المهمه اللي هتخدمني فعلا في الشغل وان احنا نطلع براند كويس. بعد ما خلصنا الميتنج فلترنا الاجابات، طلعنا اتجاه واضح وطلعنا شخصيه محدده للبراند ونبره تواصل مناسبه ورساله اساسيه نمشي عليها. المرحله دي هي اللي تفرق معاك جدا بعد كده في اختيار كل عنصر بصري، لان زي ما قلنا احنا مش بنختار بذوقنا الشخصي، احنا بنختار بحاجه تخدم البراند. طيب بعد ما خلصنا الفيديو هعرض لك جزء بسيط من اتجاه الريبراندنج، مقارنه سريعه بين الشكل القديم والاتجاه الجديد علشان تشوف الفرق لما تبني على فهم مش على ذوق. لكن مش هنعرض الهويه كامله دلوقتي، لان هنفكها ونفصصها مع بعض في الفيديوهات اللي جايه علشان اوريك التطبيق العملي خطوه بخطوه في كل فيديو من الكورس. اللي عايز اقوله لك ايه من الفيديو ده، الميتنج مش دردشه وخلاص، والريبراندنج مش تغيير شكل، ولكن قرارات مبنيه على فهم وتحليل. لما تسال الاسئله الصح وتفهم الاجابات كويس تقدر تبني براند قوي يعبر عن قيمه حقيقيه. الفيديوهات اللي جايه هنكمل على براند كلاسيكس اللي انا عرضته قدامكم دلوقتي، ونبدا نفكك الهويه البصريه عنصر عنصر علشان الصوره تكمل في دماغك من غير ما نحرق المراحل اللي جايه.